فجأة كده وبدون أي مقدمات طلع نقيب المهنة التمثيلية الفنان أشرف زكي ونقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، وقرروا إنهم يوقفوا الفنانة هيفاء وهبي عن التمثيل والغنى، وكمان اعتبروا اللي عملته هيفاء ما ينفعش تماما، لأن اللي مقدم شكوى فيها قال عليها حاجات محدش يتوقعها. فيا ترى إيه اللي حصل؟ وليه يا ترى اتوقفت هيفاء عن الغنى والتمثيل بأوامر من النقابيين؟ ويا ترى بقى ايه هي تفاصيل الشكوى اللي متقدمه فيها؟ وليه لازم تروح يوم الحد اللي جاي نقابه الموسيقيين عشان يتحقق معاها؟ تعالوا بقى نعرف القصه من طقطق لسلام عليكم في الفيديو ده. هيفاء وهبي من ساعه ما بدات التمثيل والغنى في مصر واكتر الناس بقت بتتابعها وتحضر حفلاتها وتستناها كمان من السنه للسنه، وكمان افلامها بيبقى فيه اقبال كبير قوي عليها، لكن برضه ساعات بيصدر منها افعال بتثير الجدل على السوشيال ميديا والناس بتتقلب عليها. بس المره دي بقى غير كل مره بصراحه، وده لان اللي حصل منها محدش يتوقعه، لان في واحد راح لنقيب المهنه التمثيليه الفنان اشرف زكي وكمان نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل عشان يشتكيها. فيا ترى بقى ايه اللي حصل؟ هيفاء عملت اللي محدش كان يتوقعه منها في يوم من الايام. القصه ان في واحد من منظمي الحفلات اتفق معاها ان المفروض تحيي حفله يوم 19 يوليو اللي فات. الحفله دي المفروض كانت في الساحل الشمالي. المهم بقى ان هيفاء خدت العربون من الراجل، ومن ساعتها لا الراجل عارف يعطر عليها ولا حتى هي كلمته عشان تعتذر عن تقديم الحفله ولا اي حاجه خالص، ومفيش اي حد كان يعرف عن الموضوع ده اي حاجه لغايه ما الراجل فاض بيه. المهم بقى من ساعتها لحد دلوقتي وهو مستني يمكن حد يكلمه، سواء بقى هيفاء وهبي او حتى مدير اعمالها خالد التهامي، لكن للاسف ولا حياه لمن تنادي. فقرر بقى انه يروح للفنان اشرف زكي ويحكي له اللي حصل، وبعدها طلع على الفنان مصطفى كامل وحكى له برضه اللي حصل. بس المشكله بقى كانت كبيره جدا، لان ببساطه الراجل قال لهم انا كنت عامل دعايه جامده جدا للحفله لان الناس بتحب هيفاء، وعشان هي ما جاتش وحتى ما اعتذرتش فخسرت كتير قوي. فالنقيبين أشرف زكي ومصطفى كامل طلعوا بيان بوقف هيفاء وهبي عن الغنى وكمان التمثيل. قالوا كمان إن مفيش تصريح هيطلع لها سواء عشان تغني أو حتى تمثل، وده لحد ما يتحقق معاها في نقابة الموسيقيين، وده فعلا اللي عملته إدارة الشؤون القانونية في نقابة الموسيقيين، وكمان بعتت لهيفاء ومدير أعمالها اختار وإنها لازم تحضر يوم الحد اللي جاي في إدارة الشؤون القانونية، وده عشان يواجهوها بالراجل اللي مقدم الشكوى وترجع له العربون اللي خدته. ولو ده بقى ما حصلش فمش هتمثل ولا هتغني تاني. بس السؤال بقى هنا، تفتكروا بقى ليه ممكن هيفاء وهبي تعمل كده؟ وهل فعلا ممكن ما تغنيش او تمثل تاني؟ مستنيينكم بقى تشاركونا برأيكم انتوا كمان في التعليقات.